السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة اتكلم عن حاجة كويسة وحاجة سريعة وسؤال ناس كتير بتسألني عنه، ألا وهو إن النتاية بتطلع ببيضة، بتطلع بيضة واحدة، أو البيضة بتطلع برشد، يعني قشرتها ضعيفة وبتتكسر بسرعة. يعني مشاكل البيض عند الإناث ومشاكل التخصيب عند الذكورة. أي حد، أي مربي بيبقى أهم حاجة عنده هو موضوع البيض، وموضوع ان البيض يكون مخصب عشان ربنا يكرمه ويطلع زغاليل كويسه. طيب انا دلوقتي هاكل وهحط اكل كويس وهحط وهراعي الحمام، ولكن للاسف الحمامه النتايه بتطلع البيضه بتاعتها ضعيفه، او بتبيض بيضه واحده، او ممكن تكون قطع البيض. من المشاكل دي بيبقى نقص الكالسيوم. انا بشتغل بالدواء ده اهو، استيوكير. ده دواء بشري من الصيدليه البشري. الدواء ده كويس قوي، بتشتغل 2 سم على لتر الميه لمده 5 ايام. الموضوع ده كويس قوي وشغله كويس خالص. طيب انت دلوقتي الحمام قدامك اهو، بسم الله ما شاء الله، بياكل ومناعته كويسه وصحته كويسه. لازم ان انت تعزز بموضوع الادويه البشريه. الادويه البشريه ميزتها ان التاثير بتاعها بيكون كويس قوي، بخلاف الادويه البيطريه اللي لازم تكون من مصدر موثوق منه، ولازم تكون يعني حاجه. اغلبيه الادويه البيطريه بتكون مغشوشه، يعني ما كانش تكون من مصدر موثوق منه. اما الادويه البشريه فالغش فيها بيبقى صعب شويه. فانا بنصح بالدواء الاستيوكير البشري، زي ما قلت لحضراتكم 2 سم على لتر الميه لمده 5 ايام. بالنسبه للنتايه هيرفع لك معدل البيض، وهيخلي لك عنقود البيض سليم ويستمر معاك في التبويض، والحمامه تبيض البيضتين الطبيعيين بتاعتهم في الاوقات المناسبه، وقشره البيضه معاك كمان تكون كويسه. وبالنسبه للذكر بيكون الخصوبه بتاعته ان شاء الله كويسه خالص، وبيرفع لك معدل خصوبه الذكر. لو انت عجبك الفيديو حاول تتابعني وحاول تضغط لايك بحيث غيرك يستفاد ويشارك الفيديو ده. اخوكم طاهر غاوي حمام ابو سلمى، والسلام عليكم ورحمه الله.